السلام عليكم البنات، السلام ورحمة الله وبركاته. كي راكم دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع العمل؟ كي دايرين مع الامور؟ كلشي مزيان؟ هاد النهار بغيت ندير معكم هاد الحلوى طبقات، كتجي واعره، كتجي لذيذه وبنينه. كملوا معايا الفيديو، راه قصير، واللي ما مشتركش يشترك معايا. مرحبا بكم، وشكرا للناس القدامي اللي معايا، وشكرا اللي جاو جدادين. مرحبا بكم كاملين ويقبلوا عليا. البنات نديروا معكم هاد الوصفه ديال الحلوى ديال الطبقات. ما فيهاش المقادير بزاف، كاينه غير بيضه وحصاشيه ديال الخميره وحصاشيه ديال الفاني وكاس ديال العسل وواحد الكاس مع مرشغيش، كاس فيه شويه ديال الحليب وفيه معلقه الخميره ديال العجينه والملحه والزبده. عندي هنايا الزبده 250 غرام. نتوما لو بغيتو ديروا الزبده ديال المارغرين ديروا الزبده، يعني نقصوا منها شويه. المهم والدقيق درت انا على حساب الخليط، يعني ماشي ما درتش بالعبار دقيق، يعني الدقيق صافي. هادو هما المقادير. والبنات سمحوا لي على هذا الفيديو، راه انا تقطع لي الفيديو، طفات لي الكاميرا، راني سحب لي راه باقا كنصور وانا ما كنصورش، ومشاو لي المراحل يعني التاليه مشاو لي. المهم انا غادي نشرح لكم. المهم هاد كديروا الزبده وداك العسل والاخر وهذاك الخميره والملحه، كتخلطوهم في الاول، كتخلطوهم مزيان حتى كتولي كريمه، وتزيدوا عاد البيضه وكتزيدوا يعني دقيق وكتبقاو المهم تخلطوها تجمعوها، ما ديروا قاصحه، ما ديروها جاريه. المهم داك الزبده انا ضربتها بالضراب، وانتم بغيتو ديروها بيديكم حتى بيديكم تقدروا ديروها. المهم كتخلطوها مزيان وراه كتجي طبقات، يعني كتقسموها على 3 ديال الكويرات داك العجينه. المهم انا باقي هنا كنخلط، من بعد غادي نشرح لكم عاد مزيان. المهم الفيديو راه ما طويلش بزاف، غير تبعوا معايا وما تنساونيش من اللايكات وشاهدوا لي شويه في الفيديو، الله يجازيكم بخير. المهم هي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي هشيشه وكتجي رطبه، يعني ماشي كتجي قاصحه ولا. هذيك الخميره د العجينه هو السر ديالها، هي اللي كتخليها كتجي رطبه وتجي فتيه. المهم وكان داك المهم ملي كنعجن العجينه كنديرها 3 ديال الكويرات، وكندير الاخر كنطلقها فوق البوطاجي، كديروا كاغيط ديال المطبخ ولا ميكا من تحت، وكديروا فوق منها يعني بحال اللي غتطلقي العجينه ديال الحلوى ديال الكاطو. المهم كتطلقيها كديري الطبقه لتحت في اللاطه ديال الفران. المهم كتجي بحال داك الحلوى طبقات، كتجي بحال داك الشكل. المهم وهي في الوسط ديالها كتجي الكوفيتير، كنديروا الكوفيتير في الوسط. المهم كنطلق الطبقه التحتانيه وكندير عليها الكوفيتير، وكنزيد الطبقه الثانيه كنطلقها عاود وكنديرها فوق داك الطبقه الاولى اللي فوق منها الكوفيتير، وكتقبيها شويه بداك ماشي بهذاك اللي كنشويو به، ولا شي كيغدو ولا فرشيطه، ولا الا بغيتو نتوما تقبوها باش ما كتنفخ. المهم هذه الطبقه الثانيه كنطلقوها وكنجيبو عاود الكوفيتير نديرو فوق منها، نسرحو فوق منها. انا هزيت لي 2 كيسان كبار ديال الكوفيتير. المهم هي راه كتبغي الكوفيتير وكتجي مزيانه بالكوفيتير او المربى، يعني كديروا المربى اللي بغيتو نتوما، المذاق اللي بغيتو نتوما كديروا في وسط منها. المهم ملي كديروا الطبقه الثانيه عاود كتطلقوا الطبقه الثالثه، كنديروا الطبقه الثالثه هي اللي كتجي التاليه، ما كنديروش فوق منها الكوفيتير. المهم كنديروا 2 طبقات ديال الكوفيتير و3 ديال الطبقات د العجينه. المهم كندخلوها للفران. وكملي كديري الطبقه الثالثه كتقبيها مزيان، كتقبيها باش ما كتنفخ، وحتى ملي كتدخلوها في الفران حضيوها، يعني حلوا عليها الفران ورقبوا. الا كانت كتنفخ زيدوا عاود تقبوها. المهم كتشعلوا الفران من التحت حتى كطيب من التحت وتحمر مع الجناب، تشوفوا الحموريه طالعه مع الجناب في اللاطه. عاد كتطفيو الفران من التحت وكتشعلوا الفوق.
المهم انا عندي الفران هكا داير. المهم ملي كطيب وكتخرجوها كتجي راوعه، كتجي بنينه. المهم كتخليوها حتى كتبرد، عاد كتحيدوها من اللاطه. ملي كتحيدوها من اللاطه كتخليوها ديروا فوق منها عاود الاخر الشوكولات. كتزين كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو دهنوها بالعسل وديروا فوق منها جوز الهند او الكوكو يعني. كديروه من فوق كوكو مطحون كديروه فوق منها. المهم راه كتجي رطبه وكتجي هشيشه، يعني ما كتجي زينه يعني هكا يعني ديريها لضيافك ولا ديريها لوليداتك ولا. المهم راه كتجي كفكره. المهم انا كنديرها هكايا، نفطروا بها ولا كسكروا د العشيه ولا. المهم راها مزيونه، فكره يعني جديده، انا كنديرها دائما في الدار. المهم بصحتكم وراحتكم، راه كتجي بنينه. ولا وصلتوا معايا لهنا ديروا اللايك، ما ننساوش. ومرحبا بكم وشكرا عليكم، شكرا بزاف المتابعه وبسلامة عليكم. المهم راه ما ننساوش حلوه، راه كتجي رطبه وكتجي مزيونه، غير جربوها راه ما غاديش تندموا عليها. يلا مع السلامه.